النهارده انا تميت ال 23 سنه، ودول 3 حاجات كنت اتمنى لو اتعلمتهم من بدري، وصدقني الاخيره هتبهرك. والحاجه الاولى، انت مش متاخر، سواء انت في سني او اصغر مني او اكبر مني، فوالله انت مش متاخر. وعشان اثبت لك ده، قول لي ايه المقياس اللي انت قست على اساسه ولقيت انك متاخر؟ غالبا ده هتلاقي سببه انك بتقارن نفسك مع اللي حواليك او اللي بتشوفهم. شايف الاصغر منك بيحققوا نجاحات وفلوس كتيره جدا، والاكبر منك برضه بيحققوا نجاحات وفلوس وحياتهم مستقره، وانت يا عيني واقف في النص مش عارف هتعرف تعمل الكلام ده ولا لا، خصوصا ان ظروفك المحيطه صعبه ومحدش يعرف الكلام ده غيرك. هل في يوم من الايام هتبقى صاحب البيزنس اللي انت بتتمناه، او هيبقى معاك العربيه او البيت اللي في المكان الفلاني؟ الكلام ده جميل، بس انت نسيت حاجه اهم من ده كله، وهي القدر. لازم تبقى عارف ان انت معلكش اي حاجه غير ان انت تسعى وتجتهد في السعي، نقطه. مفيش اي حاجه عليك تعملها تاني. التوفيق بقى والفلوس والنجاح وكل اللي انت بتحلم بيه، كل ده بتاع ربنا. انت بتسعى والباقي انت مالكش دعوه بيه. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم والعليم بأمرك. الحاجة التانية وهي انك تصاحب نفسك. بالله عليك اديني سبب واحد يخليك تعدي الصعوبات بتاعت الحياة اللي احنا بنشوفها اليومين دول لو انت مش مصاحب نفسك. طب الناس هتتقبلك وتصاحبك ازاي لو انت اصلا مش مصاحب نفسك؟ الناس هتهون عليك ازاي لو انت اصلا مش مهون على نفسك؟ فلو بتدور على بيست فريند ليك ويكون معاك صاحب على الحلوة والمرة، المفروض هي نفسك تكون بتتكلم وبتاخد وتدي معاها. فصدقني حوار انك تكون مصاحب نفسك دي تاني اهم حاجة في سر الراحة النفسية بعد الحاجة التالتة، وهي هو احنا موجودين ليه؟ هو احنا بجد والله ايه السبب الرئيسي اللي ربنا خلقنا علشانه؟ اننا نصلي ونعبده. اصل مهما ربنا طول في عمرنا لل70 او ال80 او ال90، احنا في الاخر هنموت. كل الفلوس اللي جمعناها، كل الشركات اللي فتحناها، كل الحاجات اللي احنا جبناها مش هناخدها معانا. احنا زي ما دخلنا منها زي ما هنخرج منها. فلو انت بجد بتفهم وعاوز مشروع العمر اللي لو دخلته كده كده كسبان، انك تصلي وتعبد ربنا. والله العظيم الناس اللي بتفكر فكر البيزنس المشروع ده كسبان كده كده، انت هتكسب الاخره اللي هي الغرض من وجودنا في الدنيا اصلا. بجد ال3 حاجات دول لو عملتهم في حياتك، لاحظ التغيير اللي هيحصل فيها. وبس ادينا لسه بنتعلم، وما تنسوش تقولوا لي كل سنه وانت طيب، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.